السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الغدا أكلة حلوة قوي، أكتر الناس بتحبها. القراميط، صينية القراميط جميلة جدا. هعمل معاكم القراميط ما شاء الله بطريقة جميلة قوي. هي لها أنواع القراميط بصراحة. في بيعملوها بصيادية، الصيادية ديت اللي هي في دمياط، بيعملوها في فوارغ، اللي هي الفوارغ اللي هي بمعنى البوري بياخدوا منه البطاريخ، بيبقى ليه موسم، فبيبقى اكترهم بيحبوها جدا لانها بتبقى سمينة، بتتعمل صيادية. معايا هنا بصلة كبيرة او بصلتين متقطعة اجنحة زي ما انت شايفة كده. بحط شوية زيت واحط البصل واقلب لحد ما يحمر. اكلة لذيذة وهتعجبكم ان شاء الله. مجهزة معايا الطماطم، ضربتها في الخلاط وصفيتها وجهزتها جنبي، ومعايا البهارات بتاعتها فلفل وكمون وملح وتوم، مقطعة كام فص توم كده لان بديلها طعم وريحة نكهة حلوة قوي. ما تنسوش اللايك يا جماعة، واللي اول مرة يشوفني يعمل اشتراك في القناة، وان شاء الله يشوف كل جديد ويعمل لايك، وان شاء الله هيعجبه القناة. زي ما انتم شايفين كده بدأت في التحمير. انا ما بحبش ان انا احمرها قوي علشان البصلة بتبقى مسكرة وتسكر الاكل معايا. معايا هنا الطماطم، طبعا الطماطم اللي انا حطيتها دي كنت سبكتها الاول على اساس ايه تكون جاهزة معايا، يعني منشفاها. زي ما انتم عارفين انا بعمل التسبيك على طول. شايفين ما شاء الله. بقوم حاطه طبعا شويه ميه علشان ايه تبقى حلوه كده وتبقى لها طعم، وسايبه شويه يعني مش بنشفها، يعني انا هزودها شويه ميه كمان علشان تبقى حلوه معايا. حطيت القراميط وبعمله بطريقه جميله جدا وسهله، وممكن ما تحتاجيش الفرن خالص. بسويها على البوتاجاز، يعني النار تكون وسط، وبقوم مغطيه عليه، وبعد كده بشيل الغطا، اقلب الجنب التاني الظهر واسيبه بردك لما يستوي. ما بياخدش يعني 5 دقايق او 4 دقايق كده تقريبا. بعد كده بقوم حطاه في الفرن، بديله وش بس، يعني السوي كله بياخده على البوتاجاز. بجد كانت التسبيكة مسكرة ومسكرة القراميط وطعمها زي العسل. هتجربوها وان شاء الله تعجبكم. ويا ريت اللي بيشوفوا القناة أول مرة زي ما بقول لكم كده، يعني يعملوا شير واشتراك في القناة ويعملوا لايك. أنا حاولت قلبتها اهي، وباخد من التسبيكة معاها بصل واحطها فوق الوش. بسم الله ما شاء الله، بتبقى طعمها جميل جدا. البصل اللي أنا عاملاها بتدي طعم مسكر، يعني في ناس بيغمقوا البصلة آه، في الصينية طعمها بيغير شوية، انما ما تكوني عاملاها محمرة كده وفيها مية كده البصلة بتديلها بقى سكر كده معاكي. قلبتها كلها واقوم حطاها بقى ايه في الفرن.
بسيبها بس دقيقتين كده تمص، تاخد من التسبيكة كده وتشربها اهي. وسويتها قدامكم، حطيت الشوكة زي ما انتوا شايفين كده استوت معايا. فطبعا احنا عايزين الوش بس، هي خدت السوي بتاعها كده كفايه قوي. الحمار بتاعها حلو جدا، مش هسيبها جوه لما تغمق قوي لا، عشان ما تنشفش معايا القراميط. وبفتح واحده قدامكم كده الخرطه دي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، فصها ابيض وجميل جدا وما فيهاش اي دم خالص، لان احنا مسويينها حلو جدا. قلت لكم تغطوا عليها وتسووها على البوتاجاز، تاخدش منكم دقايق. بعد كده اديلها وش في الفرن بتاع البوتاجاز او اي فرن. شفتوا الجمال؟ بسم الله ما شاء الله عليها، بألف هنا. جميلة جميلة جميلة. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.